السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناه هوات ام حفصه. نتمنى تكونوا مرتاحين وعلى خير وبخير. العيد على الابواب، فانا جبت لكم حليوه سهله والتكلفه ديالها رخيصه. بقل من 50 درهم نصوبوا شكيلات، 3 تشكيلات رائعين وزوينين، نحطوهم في المائده ديال الفطور ديال العيد ديالنا. هانتوما كتشوفوا كاين عندنا الشكل ديال الورقه، وكاين كويرات ملونه، وكاين حلوه الرافايلو معمره بالعقده ديال التمر، كنديروها في الشوكولاط بيض. وفي الكوك كيجي هذا هو الشكل ديالها، ها هي الداخل ديالها، كتجي رائعه ومرمله وهشيشه في نفس الوقت. نتمنى تنال اعجابكم. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. هنا بالنسبه للمقادير ديالنا د الحلوه، عندي هنا خديت انبول وضعت فيه 200 غرام ديال الزبده مارغرين، غنضيف ليهم رشيشه الملحه وسكر فاني، وغنضيف كاس ديال سكر حبيبات، سكر سنيده. بسم الله. وغنخلط بسم الله حتى تولي لي بحال شكل كريمه. الزبده ضروري تكون واخده حراره المطبخ باش كتساعدنا، الا كانت في الثلاجه غتجي شويه صعيبه. هاد الحلوه ما غنديروش فيها البيض نهائيا، كتجي رائعه. غنخدم مزيان الزبده والسكر والفاني. هنا غنضيف الزيت، نص كاس ديال الزيت، ونبدا نخلط. وهنا بعد ما حصلت على كريمه هانتوما كتشوفوا، غنضيف هنايا عندي 2 معالق كبار ديال كاوكاو مطحون. يمكن لكم تستغناو عليهم، انا عندي قلت علاش لا نضيفهم في هذه الحلوه، كيعطيوها واحد المذاق. كاوكاو من طبيعه الحال محمر ومطحون، كيعطي داك المذاق ديال التحميره ديالو، كتعطي واحد المذاق زوين للحلوه. هنا عندي الدقيق مغربل من طبيعه الحال، تكون نوعيه جيده. غنبقى نضيف بشويه بشويه، نعبر معكم بالكاس باش نقول لكم بالضبط شحال غيدخل لي. ها 100 غرام يعني كاس، ها 2 كيسان 200 غرام. وغنخلط غير بالاطراف ديال الاصابع. ها 3 يعني 300 غرام. نزلوا الجوانب. هنا بعد ما دخلت 300 غرام ديال الدقيق، غنضيف الكاس الرابع يعني 400 غرام، وغنشوف.
هنا انا يكفي 400 غرام دخلت لي. غنضيفو خماره د الحلوه، هانتوما كما كتشوفوا العجينه كتجمع، يعني صافي عليها ديال الدقيق. هنا كما قلت لكم غنضيفو خماره حمراء ونجمعها نخلطها مع العجين. هانتوما كتشوفوا يعني 400 غرام اللي هزات لي انا ديال الدقيق. الدقيق دائما كيبقى على حسب النوعيه ديالو، واش كيشرب ولا لا. فالانسان يدير الدقيق يغربلو قدامه ويبقى يدير غير بشويه. هانتوما هذه هو الخليط. انا غنقسمو على قسمين كما كتشوفوا. هنا القسم الاكبر غنخليه ابيض، وهاد الاصغر غنضيف له بودره الكاكاو، معلقه ديال بودره، يعني ثلث غنقسموه. الجزء الاكبر غنخليوه ابيض، والجزء الاصغر غنديروا له بودره الكاكاو. هنا بعد ما حيدت الجزء الاكبر غندير ضفت معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو، وغندخلها غير بالاطراف الاصابع في العجين حتى تلون لي العجين وتولي بنيه. هانتوما ندخلوها مزيان على هذا الشكل. وهنا بعد ما ساليت كناخذ العجينه ديالي وكناخذ كويره صغيره من كل لون، وغندير لها على هذا الشكل، على شكل صبيعات صغيورين بهذا الحجم. نديرو من البيضه ونديرو من البودره اللي فيها بودره الكاكاو. كنحتاجو هنايا سنيده، نرغوها في سنيده على هذا الشكل، وناخذوا الاطراف بجوج ونديروا لهم بحال على شكل، على هذا الشكل، على شكل ورقه. ونجيبوا الموس نديروا على هذا الشكل، كتعطينا ورقه الشجره سهله ما كتحتاجوا فيها لا طابع لا والو. على هذا الشكل هذه هي. كنديرها في اللاطه تكون مفرش فيها ورق الطهي. نديروا وحده اخرى على هذا الشكل، نديروها هكا وعاد نمرغوها يكون احسن في السكر. ونديروا شريطات بالموس نضغطوا جيدا باش تعطينا الشكل ديال الورقه على هذا الشكل. شكل بسيط وسهل وكيجي راقي. غنستمر نزيد معكم واحده اخرى باش تفهموا اكثر. سهله ما كتطلبش الوقت، ما كتطلبش حتى مقادير. هنا بعد ما مرغناها في سنيده غنديروا بالموس شريطات على هذا الشكل. ميلوا الموس كما كتشوفوا في الصوره، كنتمنى تكون واضحه وكيصبح هذا هو الشكل. غنستمر انا حتى ننهي الكميه اللي عندي
ونعاودو نطلقاو باش نديرو الشكل الاخر. وهنا بعد ما انتهيت من تشكيل الوريقات، هنايا خديت واحد الجزء صغير ودرت له ملون احمر، وغنبدا نكور كويرات صغارين بحال الحمصات، كبار منهم شي شويه. المهم القياس هانتوما غتشوفوه على هذا الشكل. هنا بعد ما كورت من التشكيلات كلشي احمر وبودره الكاكاو والبيضه، كناخذوا كويره من الحمراء، كويره من البيضاء، وكويره على هذا الشكل ونحطوهم. نعاود معكم، كويره من البيضاء، كويره من الحمراء، وكويره على هذا الشكل ونحطوهم. سهله وكتجي المنظر ديالها زوين وهشيشه. يعني كناخذوا 3 الكويرات، كويره حمراء، كويره نحاولوا نقادوهم، وكويره من بودره الكاكاو على هذا الشكل. انا غنستمر حتى ننهي الكميه اللي عندي، ونعاودو نتلاقاو باش نديرو الشكل الثالث. هنا بالنسبه للعجينه اللي بقات لي البيضاء، الشكل الثالث كورتها كويرات على هذا الشكل، وخديت هنايا تمر، العجينه ديال التمر، عجنتها مع شويه ديال الكاوكاو مهرمش وشويه ديال الزبده وقرفه وشويه ديال الماء زهر حتى تحصلت على هاد العجينه. كورتها كويرات صغار، غنديرها في وسط العجينه ونلف على هاد الشكل ونضغط شويه على هاد الشكل. انا غنصوب معكم واحده اخرى، نبسطوها، نكوروها ونبسطوها ونديرو في وسطها كويره صغيره ديال التمر ونكوروها ونبسطوها غير شويه على هذا الشكل حتى ننهيو الكميه اللي عندنا. يمكن لكم الا عندكم كاوكاوايه يمكن لكم ديروها، انا بالنسبه ليا كانت عندي العقده ديال التمر فقلت علاش لا نستغلها ونشكلوا بلاطو ديال الحلوى في هذا العيد بسيط وما فيهش مقادير كثيره، وشكيلات زوينين وبساطين بدون طوابع، ما تحتاجوا لا طوابع لا والو. هذا هو الشكل. غنتهي نسالي الكميه ونعاودو نتلاقاو. وهنا كما كتشوفوا بعد ما انتهيت من تشكيل الشكيلات اللي عندي درتهم في لاطا فيها كاغط، غنشعل الفران نسخنو مزيان ونقسلو وندير الحلوى ديالي تحمر من الاسفل ويتحمر الوجه ديالها، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديال الحليوات بجوج ونزينوا الشكل الثالث. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين بعد ما طابت الحلوى ديالنا وخدات هذا اللون، نتوما كتشوفوا كتحمر من الاسفل كتاخذ هذا اللون الذهبي. انا عندي هنايا شوكولا ذوبتها في البا ماغي، شوكولا بيضاء، وعندي الكوك. غنغطس الحلوى ديالي في الشوكولا على هذا الشكل، نهزها بالفرشيطه نخليها تقطر شويه من الشوكولا ونوضعها في في الكوك على هذا الشكل. ونديرها في كويغطات صغارين. هذا هو الشكل. غندير واحده اخرى يعني نفس الطريقه، نديرها في الشوكولا حتى تلبس بالشوكولا ونهزها بالفرشيطه ونديرها في الكوك
الشكل. نضرر ليها الكوك، نخليها في الكوك ونستمر انا على هذه الطريقه حتى ننهي الكميه اللي عندي ديالت الحلوى، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفوا الاشكال النهائيه ديال الحلويات اللي قدمنا. كما كتشوفوا اعزائي المشاهدين، هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا دوازاتاي اللي بعجينه وحده خرجنا 3 تشكيلات. هذه الورقه هانتوما كيجي هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه مرمله. والنوع الثاني اللي درنا كويره حمراء وكويره بيضاء وكويره سوداء. وهذه غريبه اللي درنا فيها العقده ديال التمر، كتجي على هذا الشكل. درنا لها الشوكولا بيضاء ودرناها في الكوك، درناها في الكويغطات، كيجي هذا هو الشكل. نتوما كتشوفوا بقل من 50 درهم نصوبوا تشكيلات نفرحوا بهم العائله. نتمنى الحلوى اللي قدمت لكم نال اعجابكم وجربوها في هذه العواشر، علاش لا، وبالصحه والراحه، والى وصفه مقبله ان شاء الله.